لو قررتي انك توفري فلوس الكوافير وتعملي لنفسك بازيكير في البيت، خليني بقى اقول لكم شويه حاجات انا بعملها يا جماعه وبتفرق جدا معايا، وحرفيا هتخلي رجلك زي رجل البيبيهات. طبعا كلنا عارفين ان احنا المفروض ننقع رجلينا في ميه تكون سخنه على قد ما نستحمل، ونحط فيها ملح وشرايح ليمون وشويه شاور جل. انا بقى بحب استخدم ملح يكون ملح صخري، ده بيكون افضل بكتير جدا يا جماعه. الرجل بيشيل كل الروائح الكريهه، بيكون مضاد للفطريات قوي، وكمان بيكون صحي اكتر على رجلنا. لو هنستخدم بقى المبشره في البيت، فاهم حاجه ان احنا نعمل كعب رجلنا في اتجاه واحد لفوق او لتحت، علشان لو فضلنا رايحين جايين بالمنظر ده للاسف هيخلي الجلد يبقى خشن وهيكون الشكل مش حلو خالص. وتاني حاجه بقى مهمه جدا بعد المبشره، احنا لازم نستخدم حجر خفاف، ده بينعم كعب الرجل اكتر. في حاجات بقى يا جماعه ملهاش لازمه انكم تجيبوها، زي الفوت بيلينج سبراي الكوري، ده بجد خساره فيه كل مليم انا دفعت فيه والله العظيم. لو عايزين بقى ريفيو كامل عنه بقولوا لي في الكومنتات عشان اكلمكم عنه بالتفصيل، هو بيعمل ايه وبيشتغل ازاي وايه اللي انا لاحظته منه. بس عامه قبل العيد لو لقيتوا عليه دعايه ما تشتروهوش. نصيحه مهمه جدا ان انتوا الادوات بتاعتكم لازم انكم تعقموها كويس قوي قبل ما تستخدموها، علشان ما يظهرلناش اي فطريات في ضوافر رجلينا او ان تسبب لنا اي مشاكل. اخر حاجه بقى يا جماعه انا بحب اعملها قوي قوي، ادهن اي كريم يكون فيه يوريا وبعده على طول استخدم الفازلين وقلب الشراب، وحرفيا دي اكتر خطوه بتخلي رجلي ناعمه جدا يا جماعه. في تركيه لذيذه جدا الصراحه، بس انا بقالي فتره ما عملتهاش، ان انا بجيب اي دم غزال من عند العطار وبحط عليه شويه زيت جليسرين وبدهن بيهم كعب الرجل، او ان احنا نستخدم الوان طعام برده وان احنا نخففها ونحط عليها شويه فازلين نسيحوهم مع بعض وتدهنوا بيها كعب رجليكم، بيخلي برده كعب الرجل كده لونه بينك لذيذ جدا. ويبقى في الكومنتات هل بتحبوا تعملوا فعلا باديكير في البيت ولا بتكسلوا وتروحوا الكوافير؟